مصور اسمع انتبه احنا مسوي شيء الكاميرا تصوير يا اسمع تصوير يا شباب احنا مصور طب احنا مصور خلاص احنا الكاميرا خفيفه معك الكاميرا والله طب احنا مصور حبيب قلبي يا اخي اسمع انت صاحب البلد صح طب اسمعني والله بعد انتم مؤيدين لهم مجانين وما لكم شو صورة الاسلام تكلمنا ايه خليه يشوف على ما يشتي الله ونعم الوكيل يعني اتكلم على ما نشحنا ولا ماشي كم معك انت كم بيتولك من هنا دقيقة ما شاء الله عليك مسرع ها انزل بس يمكن اسالك سؤال على طول تعال هنا لو سمحت يا مرحبا اي اسمك؟ الاخ اسحاق العماد حياك يا اسحاق طبعا شفنا الذي حرق القرآن الكريم يوم العيد عراقي في السويد ايش رايك في الموضوع هذا؟ والله هذا الموضوع اثر في قلوبنا ويعني العيد ما وقعش عيد تمام بس ايش واحد يقول له هذا الشخص ما بالله حسبنا امرنا الى الله. يا سي محمد دقيقة بس يا سي محمد لو سمحت سي محمد طفي الكاميرا يا سي محمد طفي الكاميرا. طب احنا الان طفينا الكاميرا يا اخي صل على رسول الله اللهم صل وسلم يا اخي هذا راي شخصي يعني هذا الراي الشخصي واحد يسوي اللي يشتي ها يعني انا شيء اعلمك ايش تتكلم هذا راي شخصي يحرق القرآن يسوي اللي يشتي هذا الراي الشخصي اسمعني ولا لا ليش نبين للناس ان هذا شيء عادي ويسوي حد يسوي اللي يشتي يعني ايش مالك انت دحين بتتكلم من صدق اي كلمه كلام جد الان مالك انت احبال ولا ايش من حريه شخصيه وايش من راي شخصي مالك يا حبيبي هذا قرآن يجي يحرق قرآن يا اخي بتحاسبه انت اذاك الله موجود الله بيحاسبه بكل حاجه احنا ما ندخلش شوف يا حبيبي سمعتني ولا لا انا اكلمك من جد الله موجود خلنا اكلمك طب ما بعد يدك حريه شخصيه مش بحق القرآن حريه شخصيه قد يكفينا اللي بيتحولوا لنسوان بيتحولوا هذا خليهم بالرغم انه هذا ما يصلح بس خليهم في حالهم ان شاء الله يتحول لا كلب. يا اخي انا معي الموضوع يحول ما يتحول يعني اكلمك على موضوعنا حق اليوم انا الان بنفتح التسجيل الكاميرا وبنبدا نتكلم انا وانت تبدا اسمع يا حبيبي اسمع هدا لا تمد يدك اسمع اسمع انا اكلم يا لو سمحت انا اذا اكلمك تقول له حاضر خلاص نزلت تصور معي خلاص كمل الحلقه معي ايش من حاضر تمام خلينا نبدا تصوير ونبدا نشتغل شنو بلطحك يا اخي هذا راي حر يا اخي الرجال حر يفعل يشتيه هناك في السويد عندهم الحريه الشخصيه الحريه يسوي اللي يشتيه يسوي احنا ما نحاسبش اسمع احنا بنصور اسمع انتبه احنا مسوي شيء الكاميرا تصوير يا اسمع تصوير يا محمد ما احنا بنصور تعال ما اقصر على رسول الله تعال طبعا صلي على رسول الله ما صلي على انا بالك تني يعني مالك طب صلي على رسول الله طبعا احنا كنا بنصور ما وقفنا الكاميرا ولا شيء والمعذره منك وانا اشكرك على تفاعلك هذا القوي بس والله قد قلبي يا استاذ محمد بيرجف امانه والله العظيم. طيب صلي على رسول الله كلام جدي يعني الان ايش رايك بالموضوع هذا؟ يعني قلبك الله ايش راينا يعني القرآن الكريم حاجة مقدسة عندنا للمسلمين للعرب كامل يعني مش للعرب كامل للمسلمين عامة يجي يحرق القرآن الكريم أنت تقول له هذه حرية شخصية حرية تمام شخصية بس مش بهذه الحاجات أنت تقول أي حاسبة أرحم الراحمين تمام أي حاسبة أرحم الراحمين بس إحنا لازم علينا نقوم بهذا الشيء يعني نتكلم بهذا الحاجات. أنا أشكرك وهذه بصراحة فزعة اليمنيين مش لا فزعة اليمنيين ولكن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يمكن إن إحنا نسوي هذا الشيء حتى لو كان يمكن لو كان كافر ما يسويهاش. أكيد صلى على النبي يعني يجي يحرق القرآن وهذا الشيء. يلا أنا أشكرك وكان فزعتك قوية جدا والله يسامحك بس الله يسامحك والله حبيب قلبي أنا بدي عليك الله يفتح عليك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك يا أخي؟ آدم. يا آدم الله يعطيك العافية. طب احنا سمعنا إن في شاب عراقي عايش في السويد حرق القرآن الكريم يوم العيد، كيف شوف أنت هذا الموضوع؟ هذا شيطان أخرس وبعدها ما يأثروا على القرآن. الله نزل القرآن كما قال في كتابه الحكيم إنا أنزلنا القرآن وإنا له لحافظون، ما يأثرش على القرآن هؤلاء كلهم شياطين. طيب بس صلى على رسول الله يا سي محمد طفي الكاميرا لو سمحت طفي الكاميرا يا أخي الله يرضى عليك. اسمعني تمام ما اختلفناش انا وانت هذا الكلام بس انا شيء تقول قاعد اكلمك انا عليه لا تدش كلام ثاني. اسمعني الان هم هذا الشيء هو راي شخصي، الراي الشخصي واحد يسوي اللي يشتي
يعني في السويد هذا عندهم راي شخصي يسوي اللي يشتهي. كيف تشوف انت؟ انا اشوف انه عادي يسوي اللي يشتهي. حوله صلي عليك يا ما يصلي يسوي كيف ما يشتي. هذا هو كتاب الله واحنا ننظر وانت قاعدك معاهم. يا اخي هذا راي شخصي، راي شخصي عادي يسوي اللي يشتهي. انت عادك بتأيدتم كيفه؟ كيف يسوي الذي يشتهي؟ هكذا بتأيدوهم بدل ما تنهوهم. يا اخي الله يرضى، يا اخي اسمعني تفهمني ولا لا؟ يا أخي اقول لك انا مأيد لهم لفلف حقك الكاميرا. يا اخي اسمع انت صاحب البلد صح؟ انا صاحب البلد. طب اسمعني الله يرضى. عاد انتم مأيدين لهم مجانين وما لكم. قال لك لف الكاميرات اسمع لك عي منها انا عاد انتم سعماهم شياضي. اعوذ بالله من الشيطان. تعال صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي صلوا على كتاب الله يا اخي كلام الله وانتم عاد انتم تجوا يعني في هذا الحاجة وتأيدوا اللي هضوا النصارى على هذا الكلام. طب صل على رسول الله يا رجال صل على رسول الله. ما حد صلى على رسول على يدك مجانين وما لكم. طيب يا اخي احنا بنصور الكاميرا الخفيه. طيب احنا بنصور معك الكاميرا الخفيه. طبعا احنا ما وقفنا الكاميرا ولا شيء. وانا اشكرك على تفاعلك معنا على قناه فزعه يمانيه القناه الاولى في نشر هذه المواضيع الهادفه وغيرها من المواضيع. الله يعطيك العافيه وانا اشكرك شكرا لك حبيب قلبي. الله يحفظك. المعذره منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك يا طيب؟ فيصل عبد الله حسين. طيب يا فيصل الله يعطيك العافيه، احنا شفنا ان في شاب عراقي عايش في السويد حرق القرآن الكريم يوم العيد، كيف تشوف هذا الموضوع؟ الموضوع هذا والله ما اسمع عنه ولا دقيقه واحده. انا والله ما علي علم الا منك انت شخصيا. ولا بد ان نظاهر على هذا الانسان قبل كل شيء، وان ننهي الكلمه الذي يفعل بالقرآن الكريم، ولا نسمح باي شيء من الاحوال ان يتعدى حدود الله تعالى. طيب بس هذا انا اشوف يا استاذي الله يعطيك العافيه هذا حريه شخصيه. حريه اشياء وحريه عيش. طب حريه اهدى شويه حريه عيش في القرآن الكريم. طب اسمعني طب اسمع لا تمد يدك اسمع يا اخي الله يعطيك العافيه. احترم نفسك يا ولدي. احنا بنصور خليني اكمل معك الموضوع. اسمع دقيقه واحده اسمعني. طب خليني اكلمك. حريه. طب خليني اكلمك اهدى لا اهدى الله خلاص خلينا نكلمك. هذا عراقي هذا مش عراقي هذا. طب اسمعني اسمع اهدى شوي معي اهدى معي شوي. طبعا في السويد هم عندهم الحريه الشخصيه تفعل اللي تشتهي، فهم اضطروا يعني وحاولوا انهم يحموا الرجال هذا العراقي انه يفعل اللي يشتهي، وانا اشوف بالنسبه لي اشوف اني حريه شخصيه والعقاب عند الله سبحانه وتعالى ما في شيء. لكن احنا ما نسمحش، الاسلام ما يسمحش بهذا الخبر. الدين الله ما يسمحش. احترم نفسك يا اخي. طب يا شباب احنا مصور. طب احنا مصور خلاص احنا كاميرا خفيه معك كاميرا والله طب احنا مصور حبيب قلبي. طب لا اسمع احنا مصور خلاص احنا مصور هو بس كاميرا خفيه مع مقلب معك صلاه على رسول الله. سبحان الله المستعان. حبيب قلبي انا بدالك. الانسان ما يكون غير على دينه هذا من اصوله ومن دينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك يا اخي؟ احمد البهلولي. حياك يا احمد الله يعطيك الصحه والعافيه. طبعا احنا شفنا في هذا الايام ان في شخص عراقي حرق القرآن الكريم في السويد في يوم العيد، اشوف انت هذا الموضوع كيف تشوف؟ طيب الشاب العراقي هذا مسلم او لا ما هو؟ هذا هو مسلم ولكن عايش في السويد. هذه جريمه من الجرائم الكبار، ولولا الان خطوه يخلونا نمشي رجله هناك نسن بيذ ولا ننزلها هناك رجل ونحرق عن بكره ابي هو. طيب صلينا على رسول الله. بس يبدو ان هذا برضاء الدوله هذه وعايش فيها. طيب اسمعني صلى الله عليه وسلم. يا استاذ محمد لو سمحت طفي الكاميرا. يا اخي اسمعني انا اشتيك تتكلم زي ما عاد اقول لك. يعني خليك على ما نشي احنا تتكلم مش تتكلم على ما نشي انت. ايوه طبعا انا اشوف ان الموضوع هذا راي شخصي ويفعل اللي يشتهي. كيف راي شخصي ايش؟ هذا حرق ما انزل الله. مجنون انت ولا صورته صاحبك. الله يحفظك انا بدالك. انا هقول لك هذا راي شخصي. طبعا في السويد عندهم الراي الشخصي يقدسوا ويقولوا اذا طبيعي. كان ترك الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل ان تتقدمي. طيب صلينا على رسول الله. اللهم صل عليه. شوف يعني في السويد هؤلاء جهادهم واجب. يا اخي الله لا تسالني يا اخي. تقنعني ولا لا تحاول تقنعني نهائيا. انا اكلمك مسلم ولكن انا اشوف ان اذا الموضوع هذا يعني راي خاص يفعل اللي يشتهي في دوله السويد هي من الذي تهتم بالراي الشخصي. اسمع يا عزيزي اعطيت لك كلمتين. اذا كان ترك الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل ان تتقدمي. يا اخي انصحني الله يرحم والديك. انت شكلك بقول لك سامعهم. يا اخي انا اكلمك صدق الان. يا اخي شوف عقاب عند الله سبحانه وتعالى، الله اللي اخبر فيه ولا عاقبه، احنا لا عليه دخل فيه ولا ندخل فيه، ولكن احنا منه ايش؟ خليني نشوه صورة الاسلام. يا اخي تكلم انا ايه خليني نشوه على ما يشتي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. على ما نشحنا ولا ما كم معك انت؟ كم بيتوا لك من هنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب صلى على رسول الله. انت شيء عندك ذره دم عربي، شيء عندك اسلام، شيء عندك اكيد دين. المسلمين فاهم، بس هذا شيء يعني شيء هي انت ولا مشوا هذا الخبر حقك، هذا يخلونا نمشي واحنا نصير نجاهد وما لك رجل نمشي. طيب صلى على رسول الله. عافي. اسمعني، طبعا احنا ما غلقناش الكاميرا اول شيء، وكان رايك حلو وجميل وانا اشكرك تمام. نعم. واللي يفعل نفس هذا الاشياء ليس مسلم وليس عنده اي نخوه ولا عنده يا أي ذاك ادانوا من داخل روسيا، هذه هم ملحدين صدق، وادانوا حرق القران الكريم، الرئيس الروسي بكله. هذا مسلم لنجم. هذا سمعناه فيها وكان خبر جميل جدا. سمعته انا جدا. هذا ما بيش هذا ما بيش مع عرق ولا مع الدين ولا مع اصل. انا اشكرك وهذه كانت على قناه فزعه يماني، وكنا مقلب معك صغير واحنا ما طفينا الكاميرا جي واحنا بنصور. وسلام يا قلبي، الله يعطيك العافيه. حياكم الله. الله يعطيك الشكر. الفخامة والامتياز لجميع أنواع الأثواب الرجالية، أقمشة حديثة متعددة في ألوانها، جميع أنواعها، عربي، سعودي، قطري، عماني، كويتي، إماراتي. العنوان: صنعاء شارع حدة، جولة الكمين، أمام مركز العلوم والتقنية، المركز الرئيسي تعز. التحرير الأعلى أمام خياط رتفان. تليفون 77 49 877 84 أو 77 25 74 854. الفخامة والامتياز، أناقة الرجل العربي، أناقة الرجل العربي.